الإخوة الكرام، الأخوات الفضيلات، السلام عليكم. أنتم الآن على قناة الزعيم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل. سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنفال وسور أخرى كثيرة ستحيطنا علما بمفهوم لفظ القوم، اللفظ الذي ظلم هو أيضا كباقي ألفاظ القرآن. ظلموه فاتخذوه أداة يخوفون ويرهبون بها قلوب الناس، بينما هذا اللفظ لا يعني الجميع أيها الإخوة الكرام، والحق أقول لكم. الآن نذهب مباشرة إلى سورة آل عمران. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل يعني الإنفاق كما نرى، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. إذن هناك ناس أغنياء ينفقون على ناس آخرين، منهم ناس لا حول لهم ولا قوة، ناس منهم أي كلهم اتبعوا محمد الكريم. هذا ينفق على الآخر وقد يكون جاره يسكن بجانبه لكنه فقير. أليست هذه هي الحقيقة الكونية التي لا يستطيع أي إنسان تبديلها؟ إذن لفظ قوم في الآية لا يعنيهم كلهم، بل الذين لديهم القدرة على الإنفاق فقط. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. مثل مذموم، فلماذا إذن؟ لأنهم لا يريدون أن ينفقوا، فالمشكل دائما هو حب المال أيها الأخوة الأفاضل، وهذا ظلم، ولذلك قال فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لا يمكن أن يكونوا كلهم ظلموا أنفسهم، أليس كذلك؟ فئة معينة فقط، وهذا الكلام بشهادة سورة النساء أيضا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هل أهل الموروث لم يروا هذا الاستثناء الواضح في مطلع الآية؟ إلا الذين، لاحظوا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. استثناء واضح ولفظ ميثاق أوضح. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي فئة منهم هي التي كلفت بالتواصل مع فئة أخرى من ناس آخرين، عملوا معهم ميثاق. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالميثاق لا يعنيكم بل يعني الكبار الذين يسيرون ويدبرون احتياجاتكم. نعم، وهذا نراه ونعيشه في حياتنا أيضا في تعامل دول العالم مع بعضها خاصة في الحروب، وهذا قول الآية أيضا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله عليهم سبيلا. انظروا، ليس أدعوهم إلى الشهادتين وإلى الصلاة والصيام والحج أي أركان الموروث، بل إلى السلام فقط. نعم، السلام هو المهم لأنه هو الدين. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا ألقوا إليكم السلام ولم يرفعوا أسلحتهم عليكم فاخلوا سبيلهم ولا تقولوا لهم أي شيء. هذا أمر إلهي أيها الأخوة الكرام، يعني حقيقة لا غبار عليها. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، ماذا نفعل إذا لم يقاتلوننا وألقوا إلينا السلام؟ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا جعلتم أي سبيل آخر عليهم فهذا سبيلكم وليس سبيل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى واضح في أمره، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أمر واضح، أي لا علاقة لكم بهم إذا ألقوا إليكم السلام. والآن ننتقل إلى سورة المائدة في قول جد 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 مهم وأرجو التركيز. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نرى هذه الآية تطرح أسئلة كثيرة أمام أنظارنا. أول سؤال هو أين بلال؟ بلال مؤذن الرسول الكريم كما يقولون،
أين هو؟ أين الحديث الذي يقول بأن الرسول الكريم قال لبلال: يا بلال ارفع أذان الصلاة وأقمها لنستريح بها؟ الآية تقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة. ناديتم أي مجموعة، وليس شخص واحد اسمه بلال، مجموعة تنادي إلى صلاة القرآن. وإذا ناديتم إلى الصلاة، لفظ ناديتم يؤكد بأن الصلاة القرآنية ليست حركات، بل صلة إيجابية خاصة بين الذين آمنوا فقط والمحتاجين، كما سنرى في قول آخر. جميع آيات الصلاة والصيام والحج لا تعني إلى الذين آمنوا فقط، ولا علاقة لها بكم. كونوا على يقين، لأن هناك من يسأل: كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كل شيء شرحته من قبل على هذه القناة أيها الأخوة الكرام، ومن القرآن طبعا. إذن لفظ ناديتم ينفي أي مؤذن ترونه يناديهم إلى الصلاة الحركية. والآن دعونا نسأل: هل جميع الذين يصلون الصلاة الحركية يتخذونها هزوا ولعبا إذا سمعوا المؤذن ينادي إليها؟ هؤلاء الأشخاص الذين ترونهم على الصورة يصلون، هل اتخذوا صلاتهم هزوا ولعبا؟ بالعكس، بل هم الآن يظنون ويحسبون بأنهم أمام ربهم سبحانه وتعالى مباشرة، أي يصلون من قلوبهم أو أكثرهم. هذا إن كانت لهم قلوب أصلا، لأن صلاتهم تحريف محض للصلاة القرآنية أيها الأخوة الكرام. حتى صانع هذه الصورة لم يتدبر الآية، فوضعها على صورة ناس كلهم يصلون داخل مسجد، وكأنه لم يرى لفظي هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قوم لا يعقلون أي الذين يتخذون الصلاة القرآنية هزوا ولعبا فقط، وليس الجميع. وهذا يؤكد لنا للمرة الثالثة بأن لفظ قوم لا يعني الناس العاديين. نفس السورة تقول في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا دليل رابع يزيدنا اطمئنانا بأن لفظ قوم بعيد عنكم كل البعد. ولا تتبعوا أهواء قوم أي فئة معينة قد ضلوا من قبل، وقال وأضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، منهم من بلادهم، من جلدتهم، يتكلمون معهم ويتعاملون ويأكلون معهم. الآية لم تقل أقوام، بل قوم واحد ضل وأضل من حوله. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، وليس ولا تتبعوا أهواء أقوام ضلت من قبل وأضلت الكثير من الناس، لا، بل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا سواء السبيل. سورة الأنفال أيضا تؤكد الكلام: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بأنهم قوم لا يفقهون. قبل أيام قليلة سألني صديق محترم على الفيسبوك: ما معنى هذه الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؟ نعم أخي الفاضل، الله تعالى أمر نبيه بأن يحرض المؤمنين على القتال. القول واضح، ولا يمكن أن أقول لك لفظ القتال هنا لا يعني سفك الدماء. نعم يعنيه، ولهذا أكثر الناس الذين ألحدوا كانت هذه الآية أحد أسباب إلحادهم. الأمر بالتحريض على القتال، الأمر بالتحريض على القتال أمر طبيعي ومنطقي. إذا كنت أنت أو أي إنسان آخر جالسا في بيته مع الزوجة والعائلة والأولاد، ثم جاءت مجموعة من الناس ظالمة تريد قتلك أنت وعائلتك، فهل ستبقى مكتوف الأيدي ولن تقاوم ولن تأمر أولادك وكل من يحيط بك بأن يقاتلوا معك؟ الآية تعني الدفاع عن النفس. أعداء الدين كانوا يحاولون قتل النبي الكريم والذين معه أي المؤمنون، ولكن المؤمنون لم يكونوا يريدون القتال، ابتعدوا عن سبيل القتال وأصبحوا مؤمنون أي ناس آمنين، ولذلك لم يكونوا يحبون القتال. وإذا تراجعوا عن الدفاع عن أنفسهم وأنفس غيرهم فذلك يعني خسران أنفسهم وأنفس كل من لهم به صلة
وخسران رسالة وخسران الدولة إلى آخره. إذن المنطق هو أن يحرضهم النبي الكريم على القتال، والنصر من الله تعالى طبعا، أمر طبيعي منطقي كما قلنا. جعل الناس يلحدون للأسف، والسبب هو عدم ترتيل الآيات وتدبرها. آيات أخرى كثيرة تنهى عن الظلم أصلا، وعذاب الآخرة للظالمين. فهل من المعقول أن يأمر الله تعالى نبيه الكريم والمؤمنون بارتكاب الجرائم؟ هل هذا كلام؟ إذن القول يعني الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس جائز قرآنيا وحتى دنيويا، أي في قوانين دول العالم. إذا دافعت عن نفسك شيء، وإذا قتلت وأنت متعمدا ذلك شيء آخر، أليس كذلك؟ هذه هي حقيقة الآية أخي الكريم. وننتقل إلى قول آخر من سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية أيضا تلغي الدين الموروث، وتؤكد بأن لفظ قوم لا علاقة له بجميع الناس. الآية تتكلم عن المشركين فقط كما نرى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يشهد ويصلي ويصوم، أم حتى يسمع كلام الله؟ حتى يسمع كلام الله تعالى. وبعد أن يسمعه ماذا نفعل به؟ نأخذه إلى المسجد ليتوضأ ويصلي؟ نأخذه إلى مكان ما ليسمع الأحاديث؟ القول الصحيح الحق هو ثم أبلغه مأمنه فقط. ثم أبلغه مأمنه، لفظ مأمنه يعني الإيمان القرآني المطلوب. أبلغه مأمنه فقط لأنه لا يعلم وليس عاتبه، وقل له أنت مشرك مصيرك النار، والكلام الفارغ الذي تكرره ألسنة أهل الدين الموروث. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هل يعني الجميع بلفظ قوم؟ لا، بدليل أن الناس ليسوا كلهم مشركون. هذه الحقيقة واضحة في سورة يوسف أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم وليس كلهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الشرك لا يعني الجميع، ولفظ قوم أيضا لا يعنيكم كما ترون. نفس السورة أي سورة التوبة تقول في مكان آخر قولا في غاية الروعة: ناس منك أخي المشاهد، أي يعيشون في بلدك ويرونك وتراهم إلى آخره، وهم في الحقيقة ليسوا منك، يعني ليسوا على اتفاق معك في آرائك وأفكارك وأوامرك، بل مع عدوك وأنت لا تعلم. نعم لا تعلم لأنك تظنهم منك، لأنك تراهم كما قلنا وتتعامل معهم، لكنهم ينافقون، أي يحاولون تفرقتك عن الذين معك. والمصيبة هي أنهم يحلفون على الكذب والنفاق. لاحظوا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ولكنهم قوم يفرقون، أي فئة من الناس كذابة منافقة تجري وتخطط وتسعى لتفرقتكم، فلا تصدقوها. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. نفس الصورة تتحفنا بقول آخر أيها الإخوة الأفاضل: انظروا: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هل جميع الناس الذين كانوا موجودين عند نزول سورة ما يرى بعضهم إلى بعض، أم مجموعة منهم فقط؟ مجموعة منهم وليس كلهم، بدليل سؤالهم يشرح بأن لفظ قوم يعنيهم هم فقط وليس كل الحاضرين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، يسألون بعضهم هل يراكم من أحد. إذن هناك ناس آخرين موجودين ويخافون أن يرونهم. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. كانوا يريدون الانصراف حتى لا يسمعون كلام الله تعالى، وكانوا يحتاطون حتى لا يراهم الناس الآخرين. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، فأتى بلفظ قوم وقال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الذين انصرفوا هم القوم أهل القوامة وليس ناس عاديين، وسبب انصرافهم هو الحل الوحيد لهم حتى لا يسمعون أوامر الصور التي تعنيهم هم خاصة.
وتتعارض مع مصالحهم الشخصية. والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام.